مساء الخير على كل مشاهدين ومتابعين موقع قضية رأي عام الإخباري. معاكم هدير سامي من نبرو. المركز اسمه ايه؟ بيلا بيلا. بيلا. مركز بيلا. وطبعا أنا جاية علشان سمعت موضوع غريب جدا. ظهور كائن اقفل فضائي الباب يا باسم. على سطح باسم. بيت. واللي هيحكي لنا التفاصيل طبعا حضرتك هتعرفينا بنفسك. اسمي هبه. اسمك ايه؟ هبه. هبة. مم. ماشي. أستاذة هبة، هتعرفينا يعني ايه اللي حصل وشفتيه ازاي وايه وهنثبت للناس طبعا بالكاميرات. اتفضلي. بصي، اولا انا من زمان، أو يعني من قولي من حوالي من ساعه ما جيت البيت وبنيته. انا كان الاول ما فيش سور على السطوح، وبنيها بقالي كام شهر كده. تمام. فانا بحب اقعد على السطح دايما، يعني بحب حلو. افرش فوق. هتلاقي حتى لما تطلعي هتلاقي مكان ما انا بقعد فوق. للقعدة. كنت اشوف في السماء اطباق، انا بشوف الطبق حقيقي بشوفه. اطباق. اطباق طايره، أط- فنشرت عنها كم مره بوستات. انا بشوف يقولوا لي تغطي وانت نايمه، مش عارفه، مفيش كلام من ده. اشوف حاجات تظهر قدامي وتختفي. حلو. فكم مره في مره طبعا انا المره دي بالذات مم. اللي شفت فيها الطبق. شفت انت علو السقف ده كده؟ اه. هو كان بالنسبه لي كده وانا تمام. قاعده تحت من شده الرعب من المنظر. انا جسمي كله اتكهرب في بعضه، انا وبنتي الكبيره دي. فحكيت ما صدقوش محدش صدق. خالص، قالوا عليا مجنون. قلت اعمل ايه بقى؟ اجيب كاميرات مراقبه، لان انا عايزه اثبت لنفسي قبل ما اثبت للناس الحاجه دي بالذات. حلو. قلت اجيب كاميرات مراقبه. مم. احطها فين؟ قدام الباب، قدام ما انا بشوف. فاهماني؟ انا فعلا بشوفهم بيجوا من المكان ده كده، ايوه. يظهروا ويختفوا. يعني هم ممكن يبقوا واقفين وفجاه ما تلاقيهمش. ايوه. فجاه يبينوا لك وفجاه ما حد شافهم تلاقيهمش. حد شافهم على الطبيعة غيرك؟ انا لوحدي، انت انما لوحدك. الطبق اللي كان طاير وفوق دماغي زي من هنا ودي انا وبنتي. ماشي. كنت انا وبنتي في الوقت ده، لكن كل مره بكون لوحدي. حلو. تمام. حطيت الكاميرا امبارح بقى الساعه كام؟ حوالي 11 ونص، 12 الا ربع. فجاه ببص في الكاميرا، لقيت اللي واقف لي قدام الكاميرا، والله اقسم بالله حاطط ايده كده وعينيه تبص لي. يعني بيبص في الكاميرا، بيبص على الكاميرا نفسها. هتوريني ده موجود؟ هوريهولك. موجود ماشي. على الكاميرا، وهتشوف ماشي. الكاميرا فوق هنا قصاد بس بالظبط ما وريتك. تمام. فانا عايزه افهم. انا لما جيت مثلا اشوف المنظر ده قبل كده، قبل ما احط الكاميرات، لان انا قلت ان انا اللي اتجننت من كتر ما قالوا مفيش كلام من ده. قلت انا خلاص، يبقى انا زي ما الناس بتقول اتجننت. حلو. يعني في حاجه وشوشتني في ودني في اليوم ده وانا قاعده. ده قبل ما احط الكاميرا فين، في المكان ده خالص. حاجه وشوشتني في ودني. فلما شفت الخيال ده رايح جاي رايح جاي، انا قلقت. فقعدت استغفر والشاهد اقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. جايز بتهيألي حلو. حاجه وشوشتني وقالت لي بصي. انا مش فاكره قالت ايه قوي بصراحه، لانها كانت بتتكلم باللغه العربيه الفصحى. وقالت لي حاجه زي لا تقلقي، احنا موجودين لحراستك او موجودين لحرسك. معرفش، هي كلمه من دي. ماشي. وبرغم ان كل ما اقول لحد ما يشوفهاش، ولكن وانا قاعده لوحدي يبقى اشوفها. بس المره دي لقطتها بايه؟ بالكاميرا اللي فوق دي، وفضائي حقيقي. وشفته بدل المره مليون مره. الطبق او الفضائي شفته حقيقي، والله العظيم ما بكذب، وانت هتشوفي بنفسك. بس انا عايزه طيب اسال لما سؤال. شفتيه كان بيتكلم؟ هو ما كلمش غير المره اللي قلت لك عليها دي. المرة اللي انت قلتي عليها دي بتقولي انت سمعتي زي صوت. صوت في ودنك، اه لكن ما شفتيهوش بيتكلم واقف قدامك لا لا بيتكلم لا زي لا البني لا ادمين كده؟ لا، ما شفتوش بيتكلم زي ماشي. البني ادمين خالص. تمام. هو كان يظهر ويختفي. انت عارفه السلالم دي بيطلع عليها طول الليل ويطلع يرجع يمشي. على انه شفت الخيال. اه. انت شفت الخيال. ايوه. ولكن لو جه قدام الكاميرا اهو اه. تلقطين ان هو ده ايه؟ فضائي زي ما حصل امم. في اللي هو فوق ده تمام. بالظبط. تمام. فضائي حقيقي، مش كلام. مفيش حلو. كاميرا مراقبه هتكذب. صح. انت فاهماني؟ فانا عايزه اعرف بس ايه سر وجوده على السطوح بتاعي. اشمعنى؟ وايه الكلمه اللي اتقالت لي دي؟ ايه احنا جايين نحرسك، او احنا حراسك، او احنا ليه؟ إيه؟ انا عايزه افهم بس السر في كده. انا ما يهمنيش كم فضائي ولا كلهم خلق الله، لا يعني هم ما بيأذوناش خالص بأمانة الله. برغم اني شفتهم وحسيت بيهم، وكانت في ايد تمشي على ظهري وانا قاعده فوق. كنت استعيذ من الشيطان واستغفر ومش عارفه ايه. فخلاص ما احسش برعب. بس انا عايزه افهم اشمعنى سطوحي؟ يعني اشمعنى انا؟ يعني اشمعنى انا اللي بشوف الاطباق؟ انت مش عارفة السبب؟ لا، ما اعرفش طب انت السبب. بتسألي مين؟ يعني بتقولي لمين اشمعنى؟ العلماء اللي عارفين. امم.
مش بسأل اي اللي عارفين تمام. اشمعنى السطوح بتاعي موجودين عليه ليه. وبشوفهم حقيقي يعني. أيوة. المشكله ان محدش مصدقني، المشكله ان الكاميرا بقى اللي تثبت للمين، بقول لك الميه تكذب ايه. انا الغطاس. حطيت لهم الكاميرا دي مخصوص عشان اثبت لنفسي اولا اني مش مجنونه زي ما هم بيقولوا، وفي نفس الوقت اثبت للي بيقول لي انت مجنونه ومفيش كلام من ده. لا في وبشوفهم حقيقي. حلو. يعني عايزه افهم اشمعنى انا والسطوح بتاعي ليه. تمام. واحنا جايين نحرسك من ايه؟ طب انا مين عشان هم يجوا يحرسوني؟ ومين ايه اصلا؟ انا ما يعني بعيد عن اي حاجه عشان يحرسوني او كلام من ده. تمام. بالنسبه ان ما تعرفش انت شوفي لي الدنيا وصوتها تعالى طب اوريكي. تعالوا يا جماعة نشوف الفيديو. هنشوف الفيديو اللي ظهر فيه الكائن الفضائي على الكاميرات. خليكم معانا، ركزوا كده، ركزوا. ثواني انا ممكن اقفل لكم الفلاش بحيث ان انتوا ايه تشوفوا اكتر. ثواني. ايوه احنا نعمل كده، هو كده اختفى. تمام تمام، هو كده اختفى. هنرجع بقى ايه، نيجي من هنا تاني. بصي هنا، بصي هنا بقى، دي قطة. دي كده قطه. ماشي. هي بصي بقى هتشوفوا، هتحسي بيه. بصي القطه بقى تنزل. عايزاكي بس تسيبي الفيديو شغال لوحده. ما هو مش هيختفي. يا دوبك كده، انت يا دوبك بس هتشوفيه. غير كده شكرا اختفى. تمام ثواني، القطه هتنزل زي ما انتوا شايفين كده. بصوا القطة. بصي بقى كده القطه هتنزل اهي. ايوه هيبدأ هو بقى ايه يظهر ويبص لي زي اللي بيقول لي انا ايه. هيبص في الكاميرا. زي اللي بيقول لي انا شايفك اهو. بصي 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 بصي. شفتي طبعا دي مش قطه هتقف كل المده دي. بصي بقى المنظر ده، القطه نزلت اهي. تمام. بصي بقى انت، تعالي يا اميره، تعالي انت لو تعرفي تجيبيها مكان زي المره اللي فاتت عشان مش عارفه بصراحه. ايوه يلا. الكاميرا دي كده قدام القطة نزلت. كده القطه نزلت. ماشي. هات عندي من عند الساعة بقى. ما كانت موجودة. الساعة كانت كام؟ الساعة. القطة كده موجودة. اصبري انت كده، انت عملتي ايه انت؟ ايوه ثواني اصبري بقى، تسيبها تمشي. ايوه سيبها تمشي لوحدها، ولما تيجي وقفي، لما هو يجي يظهر وقفي. هي كده هتحسي بيه. بصي بقى القطة عمالة تبص حواليها شمال ويمين، وهتنزل تجري دلوقتي منين؟ من على من المكان ما هي واقفة كده. هي شايفة حاجة بتخيلها. بصي بس هي هتقعد دلوقتي. بصي شوفي هي هتنزل بقى تجري لما تحسي بيه. هو هيجي منين بقى؟ من المكان ده كده، يطلع من هنا كده. ماشي. والنهارده كان ماشي على الحيطه بالنهار، بس كان لونه اسمر على الحيطه دي كده. ماشي. شفت زي ما يكون خيال ماسك في الحيطه وعمال يطلع فوق لتحت وينزل من فوق لتحت كده. تمام. هي ثواني بس، ما هي ايه القطه. ايوه بدات القطه ايه. بصي بصي بدات القطه تنط ازاي. بصي بقى القطه هتنزل. هو هيبص لي في الكاميرا لان عارف ان انا اصلا كنت في الوقت ده مركزه مع الكاميرا. ماشي. ايوه ثواني بقى بس، ثواني هي هتنزل. ركزوا يا جماعة، هو هيوضح قوي كمان. ماشي. بصي بقى القطه كده هتنزل اهي. اوكي. بصي اول ما تنط على الارض يا اميره وقفي، لان هيظهر اول ما هي تنط على الارض اهو. بصي رجعي بقى سنه. شايفين يا جماعة؟ رجعي. شايفين في حاجة ظهرت اهي. استني لا لسه ده يوضح قوي. يوضح عينيه الاول. ثواني. لا طلعي فوق القطه. ايوه خليها تيجي تنزل كده. ثواني خليها هنا. ثواني هاتي عينيها بقى. يلا يا اميره زي الاول. بصوا اهو يا جماعة بيظهر اهو. اعدلي يا اميره زي الاول. زي ما هو جاي في الاول لما شفناه. ايوه شايفين يا جماعة؟ بصي شفت عينيه. بصي شفت منظره بقى. خلاص كده كامل كده بقى. عينيه الاتنين. قربي الكاميرا. الدراع، الرجل اهي وهي ماشيه، والرجل التانيه اهي. وفي بقى جلده ماسكه من الودن للودن، انت واخده بالك؟ وجوز عيون سمر كبار. والدراع ده فين؟
عنده ستوري. بس هو هنا مش واضح بالنسبة للناس اعتقد يعني. ما اعرفش بقى، هو بصي ممكن نشوف انت بقى لو بتعرفي بصوا يا تفتحي في جماعة، الشاشه، بس هو واضح قوي، واضح قوي قوي يعني. هنا قربيها جامد. اهو هم هيشوفوه خيال انا بصور لا من هو شاشة. عينيه باينه خالص، عينيه باينه تمام. خالص. في لقطة ان هو حاولي يا هيبص اميره لك اكتر من ايوه كده. في. مم. حاولي يا اميره تبيني عينيه زي المره اللي فاتت. ايوه حاولي تبيني عينيه، رجعي. لا كده عينيه مش باين. ايوه ثواني، ثواني، رجعي رجعي، لسه ما بانتش. لا كده انت كده بيختفي، كده بيمشي. يكون في علمك لما بيمشي بيختفي. مم. بصي الاول القطه اهي، عشان ما حدش يقول ايه قطه. قطه اهي على الارض. بصي فوق بقى هنا كده، سيبك بقى من القطه. ايوه ثواني، ايوه ثواني، عدلي يا بنتي. شايفين يا جماعة بيظهر ازاي؟ لا انا عايزاكي توضحي لهم وشه زي المره اللي فاتت، وشه زي المره اللي فاتت، زي ما كان بيبص في الكاميرا. مين اللي سبحان الله، لا اله الا الله. على فكره المفروض ممكن ناس كتير قوي تكذب الخبر ده بالذات، يا لان جماعة الخبر ده احنا وهم. بنرصد حاجة بتحصل بصي بقى، قدام اهو. حاولي كمان سنه كده، حاولي كمان سنه كده يا اميره تبيني عيني خالص. طب هاتي التليفون بتاعي كده. ايوه هاتي التليفون بتاعي. طب هو اتحرك قرب للكاميرا اكتر من كده ولا ده كان اخره؟ فين انت ده بتسالني كان انا على اخره. التليفون؟ فين التليفون بس؟ ثواني بس اوريكي واضح، ممكن تشوفيه بصوا واضح يا في جماعة ده تليفوني. التاريخ. بصي بصي هنا بقى، هنا ممكن يبقى واضح. عن فين؟ عندك اهو بصي. بصوا يا جماعة اهو. ده ايه؟ اهو. ده ايه؟ ده ايه يا جماعه؟ مم. اعتبروني مجنونه. ده ايه؟ حد يقول لي ده ايه طيب؟ ماشي. ده ايه؟ إيه المنظر ده طيب؟ ده ايه؟ ده مش فضائي؟ ده مش تمام. ده طب ايه؟ في صور تاني؟ في. طب وريني. انا هبعد بصي الكاميرا لحد ما تجيبي اللي انت عايزة تجيبيه. بصي هو ده هو بعيد. مم. تمام اهي. مم. ده هو فين؟ زي ما انت مثلا ايه، بصي خليه كده. تمام. ده هو بعيد ماشي. أوريك ده فيديو بقى، ده نفس الفيديو اللي ده احنا الفيديو. بنعمله دلوقتي. بصي. خليه شغال. خليه شغال. بس ده انا اكتمي مصوراه الصوت. امبارح. اكتمي الصوت. تمام اكتب الصوت. وطي الصوت. ايوه. وطي الصوت. بصي ايوه. يلا شغال. ده كده هيختفي، نرجعه احنا تاني اهو. بصي ايوه. بصي تمام. فانا كنت بصي هيبدأ يوضح. بصي اللي هي التانية دي كان بيبص لي جامد، اللي انا وريتها لك قريبة دي كان بيبص لي في الكاميرا حقيقي. زي اللي انا قلت له مثلا الناس بتقول عليا مجنونه، فحب يظهر لي ان انت مش مجنونه عشان الناس كلها تشوفني. بكلمك بجد، لان اول مره يظهر، انا عمري ما شفته بالطريقه دي. انا دايما اختيل بس بقى ايه، هو حاجه بتجري كده، حاجه فاهماني، لكن ما شفتوش على الطبيعه دي قبل كده، عشان ما يبقاش كده بيظهر فوق خالص. السطح صح؟ فوق السطح. طب تعالي بقى نشوف فوق السطح كده. تعالي يا خرابي. مش مشكله. فوق الكاميرا فوق. لا ما تقلقيش بس حضرتك بس الاول. طب حسبوا الله احسن ادوس عليكم. هدوس عليكم. دي الكاميرا. ماشي. ممكن نفتح الفلاش. عادي. بصي انا انور لك برضه الكاميرا يا جماعه اهي. بصي ماشي. تعالي ما تخافيش يعني. بصي هو المفروض ان كان هنا كده، شفت زي ما انا ببص كده، هو كان في المكان ده بالظبط. تمام. هنا ماشي. وادوس فطور. اما بالنسبه انا كنت بشوفهم فين، بصي شوفي من يوم ما انا شفت الطبق من هنا ما عدتش بقعد اصلا هنا خالص. من يوم ما شفت كنت قاعده هنا. من يوم لما كنت بتشوفي الاطباق. كنت بشوف الاطباق. بصي هنا بقى بيظهروا فين من اول هنا.
من اول اللي هنا كده يمشوا 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 ويجوا لهنا، يقفوا في المكان ده كده. تمام. تمام. هنا في المكان ده بالظبط، هم اغلبيتهم بيقفوا هنا في المكان ده بالظبط هنا، وساعات بلاقيهم بيخيال. بس شوف، طب عايزه اسالك سؤال، هل في حد من الجيران شاف الاطباق؟ لا الطبق مفيش؟ ازاي الطبق طاير في السماء زي ما والله الناس ما اعرف. ما بصي كان تخيلتش بيه؟ قريب مني جدا في الحته دي. انا كنت قاعده هنا انا وبنتي الكبيره دي، قريب جدا جدا جدا، بس مش الجهه دي كده، مش هنا كده الطريق ده. بس اقسم بالله انت شفتي. يعني المشكله يا جماعه ان مش هثبت لكم اكتر من كده بقى، وعايزه حد يفيدني يعني في الموضوع ده. تمام. فانت شوفي بقى اللي انت مش متاح ان احنا يجولنا دلوقتي؟ لا ممكن يكونوا واقفين بيتفرجوا عليك اصلا. طب ما تيجوا طيب. انت شفت حاطين لهم الكاميرات فين؟ من شده ان ما حدش مصدق اصلا. انت فاهمه؟ فسبحان الله بقى، يعني اقول ايه تاني؟ اعمل ايه تاني؟ مش عارفه اقول ايه. انت كده اعمل ايه؟ بصي، هو يعني عايزاكي بس مش عارفه اقول لك ايه. قولي لي يعني بجد، لو انت مكان انت نفسك كشخص بصي، بتشوفي ده هو موضوع حقيقي غريب، مثلا. موضوع غريب، بس ممكن ناس تقول ان حضرتك مثلا ممكن تكوني بيتهيألك، ممكن يكون طب دي انا كلها بيتهيألي وانت خيالات مثلا. ايه؟ انا ممكن. بيتهيألي. طب وانت ما طيب هو انا كشخص ما ينفعش اقول رأيي، لان ليه؟ انا لازم ابقى محايدة. انت مش شايفه يعني قدامك؟ انا شفت خيال بيتحرك صراحة، يعني لا حق طب ربنا يتقال والتليفون اللي هو مثلا في الكاميرا لا في حاجة غلط، وحتى بصات القطة يمين وشمال ورهبتها، لا انا شفت. بس انا ما اقدرش اقول رأيي في حاجة. ما احنا طلعنا لا اعتقد يا جماعة الجن ما بيتصورش. عمره. بصي الجن ما بيظهرش طب قدام هو ده كاميرا. جن؟ انا بس عايز اسالكم سؤال يا جماعه، هو ده ثانية جن؟ واحدة اقفل بس الفلاش عشان يظهر. اهو. ده جن؟ استحاله يكون ده جن، ده فضاء. هو راسه كبيرة قوي، وعينيه كبيره جدا، وعينيه ورقبته كبيرة. رفيعه جدا، اه. ودراعه رفيع جدا، وبطنه كبيره جدا، ورجله رفيعه جدا، لاني شفته. ايوه. فاهماني؟ يعني هو حسيت تقريبا مش زي البني ادم طلعت خالص. السطح. اطلع السطح تاني. اطلع السطح تاني. احنا طلعنا، بس هما بيظهروا وبيختفوا، يعني هما مش هيستنوني. اه ما على فكره هم مخفيين من النوع ايوه. اللي هو المخفي ده، مش وريني. بس بصوا يا جماعة اهو. والله فضائي، اقسم بالله فضائي. مين؟ انا عايزه افهم انت دلوقتي ده ايه؟ افهم بس. حد ده كابوريايه مثلا ماشيه على السطح؟ ده ايه مثلا؟ ده هنعتبره ايه؟ دخان. ما فضاء يا طيب، جماعه، فضائي. معلش الناس بتستأذني نطلع تاني. وماله، تعالي يا حبيبتي مش مشكله. ماشي يا جماعة، نطلع تاني اهو. جازوا يمكن نلاقي حاجة. انا نفسي بس القطط ما يشنكلونيش وانا طالعة. ده حتى هو لو موجود مش هيظهر لك. يا كتكوت، ما انا طلعت اهو. انا في ايه اهو. ايوه هو كان في المكان اللي انت طالعه هو فيه كان ده. المفروض هنا، واقف هنا. واقف هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في حاجة ولا ايه؟ لا ولا ايه؟ في ايه؟ بصي انت شفت المكان ده كده؟ اه. بصي هنا شفت المكان ده كده؟ اه. حوالي بقى الساعه 11 ونص الظهر بقى، مش بالليل. كان ماسك هنا بس زي الخيال. شفت زي ما يكون ماسك هنا وبيطلع كده بس الخيال. ايوه ما ايوه. ينفعش يتصور اصلا لان مش واضح، بس خيال، بس باين في الكاميرا ان في خيال بيتعلق فين. تمام يا جماعة اهو. احنا فوق في السطح ودخلنا اهو. اهو. معاكي فلاش؟ لو معاكي فلاش نوري اي فلاش، بس عشان ايه احنا الاضاءة بتاعتي مش كافية. اهو يا جماعة. بصي هما بيجوا من هنا. هما بيجوا من هنا المكان ده كده دايما، من هنا. يعني دايما دي بدايتهم. دايما الاقيهم جايين من هنا المكان ده كده 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 هنا ناحيه الطبق ده. شفت الخيال بتاع الطبق؟ شو بيبقى ساعات زي الخيال بصاع صباعي كده، بس ما فيش نور كده طبعا. يبقى جوه تلاقيه بيجري يفر شمال يمين، وتلاقي القطط بقى تقعد ايه، ترفع رجليها وايديها، وتلاقيها بتعمل حركات غريبه. في حد بيقول شفته؟ هو مين ده اللي شفته؟ مش عارف. ما انا واقفه، اذا كنت انا نفسي هنا ما شفتش، انت شفته ازاي؟ ايه يا جماعه في ايه؟ طب نبص بصه كده على السما، يمكن نلاقي طبق ولا حاجه. ما قلتليش ليه هم واقفين حواليك دلوقتي؟
فعلا. اه طب لو انتوا واقفين حوالينا، طب ما تظهروا لنا طيب. اظهروا لنا عشان تبرئوا الست دي، لا ما هي الست دي تأكدوا كلامها اكتر، بريئة الحمد لله. عشان تأكدوا كلامها اكتر. على فكرة والله حقيقة انت شفتيه بعينك، يعني انا انتوا شفت في حللوا لي الكاميرا، الصورة. انا شفت في بصي هاتي الكاميرا. لي حد، يعني حد بيفهم، حد يكون عارف في الحاجات دي ويحلل الصورة دي، ويا ريت يديني انا نفسي يعني يقول لي ده ايه. ماشي، اعتبريني انا ما اعرفش ده ايه، مم. بس خلي حد يحلل الصورة دي ويقول دي ايه. مم. بس مم. خلي حد يحلل، بس اللي يكون عنده ضمير بقى، مم. مش اللي عايز يغطي على الموضوع. ما هو عشان يداروا موضوع ان في حاجة زي كده، يبقى فعلا في حاجة غامضة. انت فاهماني؟ خايفة؟ أم؟ انت خايفة؟ عمري ما بخافش منهم، اصل ما بيأذوش. مم. هم بصراحه بقول لك من ساعه ما شفتهم، والعيال بتطلع نص الليل تجيب حاجات من على السطح، تجيب مم. خشب، تجيب بتاع، مم. مفيش عيل اتأذى منهم الحمد لله. تمام. ولا هم بيأذوا، برغم انك شفتيها، برغم ان بيقولوا عنهم كلام وحش، مم. بس هم مش مؤذيين خالص. تمام. حاجات ده كده وحاجات دي لا مش مصور. انت بتشوف ايه يا عمرو في السلم تحت؟ ثواني، بتشوف ايه؟ بشوف عفاريت. لا بتشوفها عامله ازاي، شكلها عامل ازاي؟ لا وريني عامله ودنها ازاي كده. انت كنت قايله عامله ودنها ازاي؟ اه وزقرات طالعة لفوق كانت بتقول لك خالص ايه؟ لحد كانت بتقول لك ايه؟ بتقول لي كانت بتقول لك ايه امشي. تحت في السلم؟ لا ما قولي اللي انت قلته لي المره اللي فاتت لما انت طلعت بتقولي- بتعيط. تقول لي كان بيقول ايه يا باس؟ كان بيقول لي لما قعدت تمسك ودنه وتعملها له ازاي؟ قاعدة تعمل لي ودني كده اهو. فين؟ في بير السلم تحت. ايوه، وكانت بتعمل له ازاي؟ وكانت بتعمل له تقول له اجيب لك العاب، وكانت بتحبني. كانت بتعمل لك ازاي يا عم؟ كانت تعمل لي كده اهو، وكانت عينيها عامله ازاي؟ وريني عينيها كانت عامله ازاي ولا كده. كانت جميلة وواسعة مم. و... صدقيني والله استحاله طفل يكذب، واستحاله اصلا المنظر اللي قدامك ده، ومن زمان وبجمد قلبهم من ناحيتهم، وبقول لهم ما تخافوش ما بيأذوش، طول ما انتم ما بتأذوهوش وطول ما فيش في نيتكم اذيه ما بيأذوش. فانا متاكده ان في سر في الموضوع ده، بس انا تمام. عايزه اعرف في ناس إيه السر؟ بتقول ممكن تكوني معمول لك عمل او ملبوسه وبيظهروا لك لانك واكله سحر. طب هم هيظهروا لي لوحدي؟ لا ما اعتقدش بالكلام ده، هيظهروا لي لوحدي. والمفروض ما يظهر لكيش، المفروض ما يظهروش لكاميرا، ايوه. المفروض ما يظهروش لحد. ايوه صح. طيب انا متاكده ان دي فضائيين لاني شفتها بعيني، شفتها قبل الكاميرا. تمام كده يا جماعه، احنا نازلين اهو. الاطباق نفسها انا شفتها، شفت الاطباق الطايره بعينيا مرتين ثلاثة أربعة، مش فاكرة، أقسم بالله شفتها كتير في المكان ده. بس اصلا شكل السما من عندك غريب شويه. تلاقي جميع نجوم ملمومة فوقي، ما فيش ليه السر. دي حقيقه، أنا بستغرب شكل أصلاً. السما غريب. تمام. على فكرة أنا مش ليا دعوة، ماليش دعوة أنا بحكاية الشهرة وحكاية الترندات، حكاية ايوه، انت لو عايزه شهره مش هتلبسي النقاب قدام مش الكاميرا. عايزة حاجة من حد، أنا عايزة أقنع عقلي وأقنع نفسي ده إيه. ما حدش يقول لي ده مش فضائي نهائيا، وعايزة أعرف إيه سر وجوده عندي بس. تمام. انا مش عايزه حاجه غير ان اعرف حد يفيدني بسر وجوده عندي، بس حد من العلماء، مش حد واحد يقول لك لا ده اعمال وسحر. ربنا يكفينا شر الاشراك، ربنا يكفينا شر الناس المشركه بالله. احنا نرجع بالناس دي خالص. احنا بنتكلم دلوقتي في الفضائي، ما بتكلمش في سحر وشعوذه. تمام. بتكلم في فضائي، ما بتكلمش في عفريت. ده مش عفريت، ده مش عفريت خالص، ده فضائي شفته بعيني مره واثنين وثلاثه ومحدش صدقني، وكتبت على الفيسبوك مليون مره على الموضوع ده ومحدش صدقني. ولو هم دخلوا على صفحتي هيلاقوني كاتبه عنها من امتى، من حوالي سنه، ومحدش صدقني. ولا يجي ابقى تغطي وابقى مش عارفه ايه. حلفت لا احط كاميرا في المكان ده، لان المكان ده اللي انا بشوف فيه كل حاجه. حطيت فيه كاميرا، هو زي ما يكون بيقول لي انا باكد لك انك مش مجنونه. ظهر قدام الكاميرا وبيبص فيها. ده فضائي. انا عايزه اعرف بس مالي الهم زلحفه فضائي، عايزه اعرف ايه سر وجوده. هسألك سؤال، هل ليكي علاقة بكتب السحر والأعمال والحاجات دي؟ بتصلي؟ الحمد لله. ولادك بيصلوا؟ كلهم. انت بتصلي فين يا عمرو؟ في الجنة ساعة ما الأذان يعمل ايه؟ الله أكبر بتروح جري فين؟ بنصلي. الحمد لله. الإشراك ده بعد عني والحمد لله. طب الناس في حد منهم حس بحاجة، شاف حاجة؟ أبدا
ولا الطبق ولا ولا اي الكائن حاجه الفضائي؟ ولا كان انا ببقى بقى مستغربه بقى من المنظر. طب اقول لك على حاجه، مم. سيبك بقى من الفضائيين دي، كده على جنب. مم. انت شفتي المكان، شفتي كده لو انت مديه وشك كده في جامع بره مم. اللي انت نزلت عنده ده. ايوه. فوق الجامع بقى في السما أيوة. في سحابتين سمر. مم. كان في سحابه جنب القمر ثابته ما بتتحركش، مم. وفي سحابه اوطى منها شويه سمراء. مم. في النص بقى انا ما اعرفش ده ايه بصراحه عشان ما ابقاش كدابه، ما اعرفش دي امت ايه. مم. بس انت شفتي طول العمود ده كده مم. واعرض مم. نور مم. كام واحد بيلف حوالين بعض بطريقه غير طبيعيه في المكان ده. فانا استغربت كبار. دول موجودين على طول؟ لا هو كان في اميره، انت شفتها امتى؟ لما طلعت قلت لك بصي على السطح كانوا بيعملوا ازاي في السحابه، في وسط السحابه كانوا بيعملوا ازاي. شفت اللي دار كده مم. ونور بقى نور بيلف حوالين بعضه في وسط السحابه. مم. فانا عايزه افهم ايه الدنيا هنا بالظبط. بس ده ما اعرفش ده ايه عشان ما ابقاش كدابه. تمام. اللي هو بيلف قد العمود بس اضخم، مم. باين طول العمود في السماء مم. بس اضخم، مم. وبيلفوا بطريقه غير طبيعيه وسط السحابتين في تمام. المكان ده هنا فوق الجامع على طول في تمام. السماء في السحاب. تمام. ده بشوفه قبلها بكتير. بس ده بتشغلي شايفه قرآن في البيت؟ ما بيفصلش. القرآن في فلاشة البيت. بصي شغل كده على طول هتسمعي قرآن. اول ما يشغل ما عليهاش ولا اغنيه. انا بشغل اغاني في بيتي، لا بشغل مسلسلات افلام ممنوع. المسلسلات مش ممنوع ان انا ما كنتش كده، لا مم. انا كنت بتفرج على كل حاجه وكنت مدمنه اغاني. مم. بس سبحان انتي الله اتغيرتي. سبحان الله ما عدتش بحب الحاجه دي، ما عدتش بحب اسمع اي حاجه غير ان انا امشي مع ربنا فقط. تفتكري حاجة زي كده بتظهر لك ليه؟ ما اعرفش، ما هو ده اللي انا عايزه اعرفه. ما هو اكيد في رسالة، ما اعرفش. يعني لو ده حقيقي اكيد في رسالة. لا هو انت شايفاه حقيقي، اوعي تكدبي عقلك بالله عليك عشان ما تتجننيش. مش بكدب عقلي، بس انا بتكلم انه يعني احنا ممكن بصي. كلنا ده نعتبره، ممكن حد يقولك لا ده خيال، مش هنقفل نعتبره خيال. تفتكري ان ده لو حقيقي هو حقيقي ليكي انتي ليه؟ ما اعرفش. هو من صغري وهو كان يعني بصي قبل موضوع الاطباق وقبل موضوع ان انا وانا عيله وقبل ما كان يبقى فيه كهرباء وكلام من ده، كنا قاعدين في بيله في مكان كله زراعي، ما كانش فيه بقى ايه اجبال كده بالتراب ومش عارفه وايه وزراعي، وكان بيت بس حوالي 4 بيوت هم اللي متفرقين عن بعض بطريقه غريبه ماشي. واحنا كنا بيت من ضمن البيوت دي. ابويا اصلا كان صياد، كان بيطلع يصطاد ممكن يبات بره بتاع. تمام. شفنا الطبق ده طاير بس مش طبق كبير زي ما بيتخيل لك او زي ما بيقولوا. لا ده هو الطبق ده هو اكبر من الطياره الهليكوبتر شويه. أيوة. بس مدور. أيوة. لونه اسود. كله نور الوان من تحت. كله انوار. كله انوار من تحت اه. لحد سقف بيتنا بشويه وقف. وكنا نقعد واحنا اطفال بقى انا واخواتي، ولو رحت على اخواتي فجاه يفكروكي بالموضوع ده. الكلام ده كان من زمان. كان اخواتك بيشوفوه برضو؟ كلنا نقف ونقول ايه الطبق الطاير اهو. والله قبل ما نعرف بقى ايه حكايه الطبق، وقبل ما نعرف حكايه الفضائيون. تمام. قبل اصلا التلفزيونات، قبل اصلا اي حاجه من دي كنت بشوفه انا واخواتي بس في مكان غير المكان ده بقى. تمام. كان بيجي برضو على سطح بيتنا ويقف شويه وبعد كده تلاقيه شفتي لمح البصر طرف السما، في لمح البصر طرف السما، بس ما كانش كبير زي ما هم بيقولوا دلوقتي. ده كان حاجه اكبر من الهليكوبتر شويه وكان مدور. انا بس عايزه اسال سؤال. في ناس بتقول ممكن يكون سحر. بتشغل قرآن يا جماعة. والله بتشغلي قرآن، هي بتشغل قرآن. والله أبدا. الشيء ده بيظهر ليها ولولادها، بس مش للسكان. ولاختك على فكره، ولاختي كمان بتاعت اختي لما بتيجي تقعد معايا انا بتشوفها. لما اختك بتيجي بتشوف. ومعلش وقالت لي ما عادش جايه عندك بسبب الحاجات دي. تمام. وقعدت في اسكندريه. مشت امتى يا ابني؟ تقوم من النوم تصوت تقول لي في حد مسك رجلي كان بيشدني، في مش عارفه مين. هل في حد كان عندك من صحابك او من زمايلك او من جيرانك شاف الموضوع؟ في واحده هنا شافته. شافت ايه؟ شافت الطبق وهو في السماء، مش هو ما شافتوش هو في الارض، ما شافتش حاجه في الارض، شافته وهو طاير واحنا قعدنا نشور وهي شافته بس هي قريبه مني يعني. بيبقى باين ان هو طبق ولا زي الطياره كده؟ لا ده طبق لانه كله انوار. مفهوم. انا بعرف الطياره من الايه، الطياره لها ذبذب. ايوه. لا حاجه بتقيد وتطفي، لا ده ما بقتش ويطفي. دي كلها انوار على هيئه مثلث. تمام. ماشي. ويمشي بطيء. ما بيمشيش بسرعه الطياره. أيوة. وما بيمشيش اتجاه. يعني اقول انا عندي هنا الطيارات بصي تيجي من هنا وتروح كده، يعني طريقها كده الطيارات هنا. لا ده بيجي كده. هو بيجي كده ماشي كده. فاهماني؟ الطبق اللي انا بشوفه ده يا كده. اخر واحد لما كنت قاعده انا وبنتي فوق وشفناه قريب مننا زي السقف ده. كان من امتى؟ كان من امتى؟ كان شفت دخول الشتاء والصيف. شفت شهر 10. تقريبا في الحدود دي. ماشي. وكان بيطلع
برنورات في السما بيضه مم. تكبر 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 وتقوم رايحه. مم. فانا جيت احكي الكلام ده قالوا لي لا مفيش كلام من ده زمانها مش عارفه طب ما حاولتيش تحطي كاميرا في السطح نفسه عشان لو الطبق ده ظهر إيه. الكاميرا لو تجيبه؟ الدنيا شتت هتبوظ الكاميرا. الكاميرا. ما هو اللي ركبها لي كنت انا عايزه اركبها على السطوح نفسه. ايوه. قال لي اولا هتكشفي جيرانك وده غلط. ايوه تحطها فوق السطح لجيرانك. ثانيا الشتاء نفسه هيبوظها بسرعه وهتتكهرب ومش عارفه ايه. لكن حطها هنا هتبقى ايه في وش برضو ايه. قلت له هي عامه هما بيجوا من هنا كده. في ناس بتقول ان مكانك ممكن يكون مهبط قديم ليهم وهم ليهم اثريات في المكان، والله اعلم. ما اعرفش. يعني ليهم حاجه هنا ما اعرفش. مكان ما تعرفيش. لهم حاجه هنا يعني ايه حاجه كده. يعني ليهم طب ولما كان بيطلع لي وانا عيله صغيره عند بيتنا في بلد برضو كان لهم مهبط. كان بيطلع عند بيت والدك؟ الله يرحمه. فين بقى؟ ده بعيد عن هنا. يعني في بيلة قريه غير القريه. ايوه. بس ما كانش في بيوت بقى قبل الكهرباء ولا التلفزيونات والحاجات دي. كان بينزل عند يقف فوق البيت شويه ويطير تاني. تمام. ده كان ايه بس ونسيناه بقى فاهماني. سنين بقى وعدت وخلاص نيجي نتكلم فيها يقولوا علينا مجانين فما اتكلمناش. نقعد بس مع بعض نقول ايه فاكره لما كنا شايفين الطبق وبنقول للطبق الطاير اهو. بقول لك لو جيت تحكي لحد الكلام دلوقتي ما يصدقكيه. فانا قلت لهم فعلا جيت احكيه محدش ضحكوا عليا صدق. فاهماني. فبالنسبه ليا يعني انا متاكده ان انا عقلي تمام الحمد لله وربنا يكملني ويزيد. جماعه هو ما قالش انا اهو بلسانه، لا، هو وقف قدام الكاميرا عشان يوريها نفسه. لان انا كلمته بس ما كنتش شايفاه. لما طلعت على السطوح الساعه 1:30 ساعات بتخنق ببقى عايزه اطلع اشوف انا بتهيألي ما بتهيأليش. بس الجو ده كان في اليوم ده كان تلج بس انا حرام. طلعت فوق السطح قلت ايه يعني اشوف جو فوق حلو مش معقوله في الشتاء والجو حر كده تحت. طلعت بقيت اتكلم مع نفسي مش معاهم. ان انا يا جماعه الناس بتقول عليا مجنون لو انتوا حق طب ما تظهروا. طب ما تكلموني بس تظهروا ما تخوفنيش. فما ظهروش. ماشي. فلما ركبت الكاميرا زي اللي كان حاسس بيا فظهر وقف. ما انا عرضت ده يا جماعه على الشاشه، عرضته من شويه، عرضت الكاميرا وهو ظهر قدام الكاميرا والقطه كانت عماله تبص حواليها في البدايه، وعرضت الكاميرا، عرضت اللي هي قالته. تمام كملي. فانا والله العظيم على حق. طيب في ناس بتقولك بما ان انت في بينك وبينهم تواصل وهم موجودين عشانك، طب ما انت تقدري تتواصلي معاهم وتعرفي هم عايزينك ليه. بيظهروا برضه. لا ما حاولت بجد حاولت. جايز مش معادي والله اعلم بس ما بيظهروش. ابقى كدابه لو قلت لك ظهروا بعد المره دي. ما ظهروش بعد اخر مره في الكاميرا. بس لو ظهروا تاني هتحاولي تتواصلي معاهم. هم لو ظهروا عامه ما بخافش منهم لانهم مش مؤذيين. انا بقالهم كام شهر الوقت وسطنا وبطلع وبقول لك في ايد بتمشي عليا. ايد بتمشي على ظهري من ورا بس بحس بكهرباء في جسمي كله في الوقت ده. فبستعيذ من الشيطان وبستغفر ولا اله الا الله. مش بقوم ايه هاديه وخلاص ما فيش حاجه. تمام. بس ان كان ان في مثلا حاجه زي كده فجايز هي مستنيه ميعاد مناسب تظهر لي. ممكن. الله اعلم. يعني في ممكن يكون بمواعيد معينه. الله اعلم. تمام. بس يعني الناس بتقولك بقى بما ان انت عايز تعرفي هم بيظهروا لك انت بالاخص ليه. ايوه. اتواصلي معاهم واعرفي منهم. هم اكيد منهم هيقولوا إزاي؟ لك، اكيد هيوصلوا ما لك. هم عشان يكلموني وش في وش اكيد هيحصل حاجه. تمام. اكيد هيبقى في حاجه. يعني مش معقوله يظهروا لي يتكلموا معايا كده. اولا انا ممكن ما اكونش استحمل خضه زي كده. لو انا فاكره ان قلبي جامد ان انا استوعب حاجه زي كده ممكن ما استوعبهاش. ممكن منظر حقيقي غير الخيال. انت فاهماني غير لقطه على السريع كده. ايوه. فانا ممكن ما استحملش بجد. ما انا بني ادمه برضو. دي حاجه غريبه عني عمري ما شفتها. فممكن لو ظهرت فجأة ممكن يكون ربنا اللي عالم بكده فمأجلها العلم عند الله. تمام. بس انا جربت اتكلم في المره دي حطيت الكاميرا ولما طلعت على السطح ما فيش حد زي ما انت كنت طالعه كده قلت لك مش بعيد يكونوا حواليكي. تمام. اتكلمت برضو وانا لوحدي كده ما كانش في حد ولا كنت حاسه بحاجه. بس بعد ما نزلت رفعت الكاميرا على طول قلت لك شغلي هاتي لي دي. بس بعد ما نزلت على السطح على طول لقيتني بعمل ازاي بعدها على طول بعد ما كلمتهم قعدت اسقف واعمل ازاي. اخيرا مانيش مجنونه. انا طالعه فوق اقول لهم انا الناس فاكرتني مجنونه خلاص. كل ما كان حد فاكرني مجنونه اثبتوا للناس ان انا حتى مش مجنونه مع ان انا عارفه ان ده صعب عليكم. دي اول مره تشوفيهم قدام الكاميرا؟ اول مره اشوفهم قدام الكاميرا هي المره دي. لكن قبل ما احط الكاميرا كنت بشوفهم على طول خيالات. فاهماني مش المنظر اللي انت شفتيه ده لا خيالات. تمام. فكانوا بيكلموني الطبق الطاير الوحيد اللي كنت بشوفه. تمام. فلما شفت الطبق كم مره اتاكدت ان دي
مش عفاريت ولا بتاع. لا دي فضائيون. القطط فضلت ساعة وربع واقفة على ضوافرها ونفش ريشها خالص كده، وبيبصوا في المكان اللي انا قلت لك بيجوا من هنا يعدوا كده. فضلوا كده اكتر من ساعة الا ربع، واسمي واقرا القران واستعيذ من الشيطان وانور بالكشاف، اقول لهم ما تخافوش مفيش حاجة. برضه واقفين على ضوافرهم وشعرهم واقف، ويبصوا بقى ايه دماغهم بقت تمشي ورا ايه، ورا اللي ماشي كده، لحد ما برضه راحوا فين المكان اللي انتوا قلت لك بتقفوا فيه. بيقفوا فيه. بعدها بقى بقيت اقعد لوحدي، فاهماني؟ القطط دي ساعه ما اطلع ما تسيبنيش اقعد لوحدي، فجاه الاقيهم كلهم ورايا فوق. ساعه ما يشوفوا تلاقي ريشهم واقف بس انا مش شايفاه، فاهماني؟ اعرف ان ده موجود. فبدات اكلمه بقى اقول له ايه مثلا، الناس فاكراني مجنونه، طب اثبت لهم حتى ان انا مش مجنونه، اثبت لهم ان انا حتى بعقلي. فاللي انا بشوفه مش ما بيصدقوش عقلي يا جماعه. فلقيت ده سبحان الله ربنا اولا، ثم ان هو واقف يثبت ان انا مش مجنون لنفسي. انا ماليش دعوه بقى اللي يقول عليا، اللي يقول لك ده كذبه التهيؤات. انا بثبت لنفسي انا حاجه. انا كنت فاكره نفسي فعلا جننت من شده ان انا خشيت على النت ان انا ادور مثلا على موضوع الفضائيون والحكايات دي حقيقه او لا. لا كذب 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 كذب، فلحد ما لقيت ان هو مش كذب، والله ما هو كذب ابدا، لان بدل شفت بعيني استحاله. انت عارفه عشان الناس ما بتشوفش، بقول يمكن انا اللي اتجننت، عشان انا مش معقوله اكون شايفه طبق بالعظمه دي والناس كلها مش شايفه. ازاي يعني؟ حاجه بصراحه ما تصدقش. فانا ما اعرفش بقى، شوف انت الدنيا عرفيني. انا عايزاكي تقولي لي رساله، وبعد الرساله يعني كلمه اخيره، وبعد الكلمه الاخيره والرساله اللي انت عايزه توصليها هتشغلي لنا الفيديو تاني. تمام. عشان الناس تشوفه، وبعد كده هنختم. تمام. اتفضلي. بصي انا عايزه حد، مش واحد ان هو يقول لك معلش اصل خيال ويكذب الموضوع، لان الموضوع ده يخصني وفي بيتي، فانا مش هعرف اسكت. تمام. عشان معايا اطفال. ايوه. قاعده لوحدي معيش راجل، انت فاهمه؟ فمش هينفع. اولا هم ما بيأذوش، ولكن عايزه اعرف سر وجودهم. ده السؤال بتاعي، سر وجودهم من عالم، مش من حد تاني. من عالم. سر وجودهم على سطوحي ايه؟ او سر وجودهم ان هم بيمشوا ورايا مكان ما اروح ايه؟ طيب قولي لي بس سر وجودهم ورايا ليه؟ وان احنا حراس ليك. لا مش عارفه هم اتكلموا باللغه العربيه، مش عارفه اتكلم بيها بصراحه. اوكي. بس هم قالوا لي يعني زي مثلا مختصر الكلام ان ما تخافيش، احنا هنا موجودين مكلفين بحراستك. اللي هو ايه حراستي دي ما اعرفش، اللي هو من ايه ما اعرفش. ماشي. ايه ما اعرفش. الصوت كان طبيعي زي صوتنا كده. شفتي الراجل لما يكون بيوشوشك؟ شفتي ما يكون واحد بيوشوش وشوشه، بس في وش في ودني يا دوبك اسمع الكلام زي ما يكون ذبذبه كده. ده اللي انا سمعته. تمام. خلاص وصلتي الرساله؟ عايزه تقولي اي حاجه تاني؟ بس فاده، انا مش عايزه حد يسمع وخلاص يا جماعه. اللي في ايده الموضوع او فاهم في حاجه زي كده ويقدر يفيدها، يقدر يوصل لها معلومه صح يعني صحيحه من علماء بقى، شيوخ، ايا كان، يتواصل معاها. ودلوقتي هنخليها تورينا الفيديو بقى قبل ما نختم عشان الناس تشوفه. بصي احنا لسه واقفين عليه. انا هقفل بس الفلاش عشان الفلاش تمام. بصي انتوا عايزين تشوفوا النجوم؟ حاضر هطلع تاني. انا مش عارفه طلعت 3 مرات. موضوع النجوم ده من بدري. خدي بالك انا لاحظت الموضوع ده. انا بقول لك السما شكلها فوق غريب. وخلي بالك في ناس كتير بقول لهم النجوم عندكم حلوه زي عندنا، يقول لك ما فيش نجوم عندنا. ازاي وهم جنبي؟ يعني هم المفروض ان بيني وبينهم 10 دقايق بالتوك توك. تمام. اقول لهم ازاي ده النجوم هنا معبيه السما؟ يقولوا والله ما عندنا ولا نجم. ماشي ورينا يلا الفيديو. بصي ده يا جماعه صورته، بصوا واحده واحده كده اهو، ده الشكل. محدش يقول لي ده مش فضائي بعد اذنكم يا جماعه. مش شغال الفيديو لو عندك ووطي الصوت. تمام. بصي انا مصوره كام واحد لما زولت بصراحه. بصي نخلينا في ايه مثلا، في ده. بصي هنا، بصوا يا جماعه، بصوا هي النجوم. بصي بقى انت على النجوم في الوقت ده بقى. شوفي انت النجوم بقى في الوقت ده. فين النجوم اصلا؟ بصي لا مش شايفه نجوم اهي كتير. بستني ممكن يكون عندك غمه. ايوه استنى اما هي تمشي الفيديو شويه توضحه لك اكتر، تخلي دماغه تيجي ايه. ماشي. هو كده بعيد. بصوا هو كده بعيد. ماشي كده اختفى اهو. هي هترجع تاني. بصوا يا جماعه، بصي النجوم بتلمع اهي. استنى يا عم. ايوه شايفين يا جماعه النجوم؟
لا وفي نجم ذهبي في ناس ملازمني بتسألك مكان ما اروح. انتوا حفرتوا الآثار أو حاجة هنا؟ عمري ولا بجري ورا الحاجات دي اصلا، ولا بحبها ولا بهتم بيها. مم. تمام اهو يا جماعة اهو. وممكن لو جم كشفوا يعرفوا ان احنا عمرنا ما فحرنا في حاجه من دي. استنى ثواني، مم. انا هجيب لك دي. ثواني. اهو اهو بصي. بصوا ظهر فجأة ازاي. استني استني هي ترجع لك تجيبه لك تاني. بصي 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 بصي. شايفين بيتكون ازاي، شايفين. وبيختفي بس هيظهر كله دلوقتي، كله هيظهر دلوقتي. الدماغ بالعين والعين هتظهر جدا جدا، وحتى في على دماغه جلده لفه من الودن للودن، فاهمه انت؟ يعني في حاجه زي الخرطوم كده لفه من الودن للودن التاني. بصي 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 استني ده خلص اجيب لك واحد غيره. هو بصي ده المنظر بتاعه قبل الفيديو ده هو ماشي. بس شايفين اهو تمام. ده اللي هو السور. ما انا برضو قلت اصورها صورة عشان لو ايه. بصي ده بقى وانا لسه رايحه ايه. شوفي النجوم. النجوم كتير قوي قوي. هطلع لكم فوق السطح تاني وهنشوف النجوم مع بعضنا يعني. على فكره فيهم نجم ذهبي ما بيطلع، لما بطلع بيطلع. لما بتطلعي فوق السطح. طب مش تعالي نطلع نشوفه. احنا كده شفنا وعرضنا ال الفيديو عشان بس محدش يقول لي عرضي لا مش تاني. لازم حد يكذب بالله عليك. لا هو مش حد بيكذب، هو في على فكره في ناس مصدقاكي وعمالين يكتبوا لك كومنتات. مش عايزه حاجه من حد عامه عشان حد يكذبني. انا مش محتاجه حاجه من حد الحمد لله. قناعه والحمد لله، مش محتاجه حاجه من حد، بس اهم حاجه ما حدش يكذبني. دي تمام اللي انا طالباها منكم اسرائيل. تمام. بس بقى يا ستي انا بحاول ابص اهو. ده النجم الذهبي. يا جماعه والمصحف فيه ده فعلا النجم نجم الذهبي دهبي، بس دايماً انا مش عارفه هو واضح ليكوا ولا لا. دايما طالع بس لي هنا بصوا على فكره. ماشي بصوا انا مش عارفه السما باينه بالنسبه لكم ولا لا. دلوقتي مش باينه. انت تيجي بقى الساعه 1:30 تلاقي كل النجوم دي فين؟ قرص واحد فين؟ فوق السطوح بالظبط. في الساعه 1:30 بالليل. تلاقي، ما انا بطلع هنا 1:30 بكلمهم هنا 1:30 تلاقي بقى هنا كل انا مش عارفه النجوم باينه لكم ولا لا، بس انا حرفيا شايفه مجموعه النجوم فوق البيت حرفيا. يعني انا مش عارفه هي ظاهره ولا لا. طيب على فكره هو موجود على السطح اهو. بجد؟ فين؟ الخيال جه اهو، مش كده ناحيه الخشب. بس ما تنوريش. ماشي. بصي هناك كده. عايزه تركزي بقى. هتبصي هناك كده هتلاقي خيال هيجي ويجري واحد جنب الخشب. بس هو مش باين عشان لا هيظهر الضلمه. هتظهر الضلمه بتاع الخيال، هتيجي على الحيطان تجري كده. الضلمه لان ببقى قاعده هنا اشوف الضلمه دي. شفت ماشيه على الحيطان وتيجي هنا جري تفر. ايوه بس مش هيظهر للناس عشان فمش لازم بقى يظهر للناس دلوقتي، بس المهم ان انت تعرفي لي الدنيا دي فيها ايه بعد اذنك. اما بالنسبه للنجوم دي فهي كلها بتتكون. طيب هل تقدري تصوري لي النجوم وتبعتيها لي؟ لا ما اقدرش، التليفون ما يجيبهاش. انا شايفه النجمه الذهبي، شايفاها يا جماعه. وعلى فكره كده صغيره. لا تكبر تبقى حاجه ما شاء الله كبيره وذهبي ذهبي ذهبي فاقع. دي الوحيده المختلفه فيهم. واللي هي بتقوم ظاهره زيها مثلا ما تبقاش لونها، يعني تلاقيها ابسط منها. بس دي كل ما اطلع اشوفها. امشي في اي مكان الاقيها. يعني مش هنا بس. النجوم دي لو مشيت في اي مكان الاقيها على دماغي على فكره. تمام. يعني لو رحت معاكي بيلا هلاقيها موجوده. انا شايفه انا بقول لك انا حاسه ان في حاجه يا جماعه، في حاجه غريبه هنا فوق البيت ده. انا شايفه النجوم، انا شايفاها. يلا ده مش متكون اللي هنا بس يعني. هو للاسف انا نفسي تظهر قدام الناس. اقسم لك النجوم دي كلها مثلث برمودا وغيره 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 وغيره. ممكن اطلعهم لك من هنا. كده مش يعني ايه مثلث برمودا؟ مثلث برمودا ازاي؟ اطلعه لك من هنا. طلعيه. اطلعه لك من هنا. طلعيه. نبص هناك مفيش نجوم هناك كده. بصراحه مش ظاهر النهارده. تمام. بصي هو بيبقى في المكان ده. بيبقى هنا كده مثلث برمودا. بصي 3 نجوم
ماشي، نجمه هنا ونجمه هنا ونجمه هنا، وشعاع طالع منهم الثلاثه محاوط بعضه. بس مثلث برمودا ده مش عند انا بحر؟ بقى هم بيقولوا ده مثلث برمودا. اه. يعني لما جيت اصورها وانزلها على النت ان الشعاع طالع منه من 3 نجوم. شفت الخط الازرق طالع من عامل على ال3 نجوم. ايوه اهو دي كانت كده. فلما جيت اصورها وانزلها على النت قالوا لك ده مثلث برمودا. تمام. انا لسه ما كنتش اعرف يعني انت ممكن تصوري لي؟ بصي بقى الطيارات اهي بتيجي من هنا اهي تروح كده. تمام. تيجي من هنا تروح كده. ده مكان المطار. لكن اللي بيظهر الطبق الطاير بيروح كده. فاهمه؟ التاني راح كده اللي هو الاخير اللي انا شفت اخر حاجه اللي أيوة. كان واطي راح كده. بالنسبه لي راح كده. تمام. لكن كله الاغلبيه بيروح كده بيجي كده بيروح كده بيجي كده. اللي هو ايه الاطباق التانيه دي. ممكن انزل يا كتكوته بعد اذن سيادتك؟ يلا. فانا كده عرضت لكم يا جماعه النجوم، معرفش شفتوها ولا لا، بس انا شايفاها حقيقي. يعني لو فعلا في حد يقدر يجي يصور المنظر النجوم والكلام ده، يعني يكون افضل مني بكتير. لا انا عايزه اعرف السر بس. بس في ناس بتقولك حد مثلا جاب حد للاثار. ابدا ابدا والله ما هو كلام فعلا. احنا بصي خلوهم يجيبوا حد من الناس اللي بتفهم دي تشوف. لو لقينا حتى فكرنا اصلا في موضوع الاثار والكلام ده يا بنتي بصي انا مش طالبه من ربنا غير حاجه واحده، العيال تاكل لو عيش ومش. طيب بنستأذنك بعد ما امشي في الوقت اللي انت بتقولي عليه النجوم بتبقى موجوده، تقدري تصوريها لي صور؟ التليفون مش هيجيب. مش هيجيبها؟ او حتى لو زومتي عملتي لو زوم؟ عملت ايه تجيلي الشاشه حمراء. حاولت تجيلك الشاشه حمراء كانك حاطه عليها ستاره حمراء. طب يا جماعه انا اهو معاكم، وانا عرضت لكم اللي هي بتوريهولي واللي انا شفته. دي بتتكوم عارفه بتبقى قد ايه اصلا. اللي فاهم في الموضوع وحابب يعني ياكد او يفهم او يقول حاجه معينه ممكن يجي ويصور بنفسه شكل النجوم ويتفرج على شكل النجوم ويتفرج على الدنيا هنا وهو يقول بقى. انا خصوصا النجم الذهبي ده انا عايزه اعرف في فعلا يا جماعه اقسم بالله انا شفته نجم لونه ذهبي ذهبي بيشع ذهب كده. مش ابيض خالص، كل النجوم اللي حواليه بيض الا هو. فيا جماعه اللي بيفهم في الموضوع ده ممكن يجي الاستاذه هبه ويشوف يشوف الموضوع ده ويفهمنا، يفهم الجمهور ويفهمنا، لان احنا كلنا طبعا يعني ما عندناش معلومات او خلفيه عن الموضوع. بس هي محتاجه ان اللي فاهم في الموضوع يفهمها هي نفسها هو ايه ده، ليه ظهور كائن فضائي، ليه النجم الذهبي، ليه بتشوفي الحاجات دي، وليه هي اولادها. بمشي بلاقي النجوم. طيب ليه مكان ما بمشي بلاقي نفس كتله النجوم في معايا في اي مكان. والله العظيم بامانه لو انا سافرت مصر ان شاء الله، ودي حاجه في علم ربنا طبعا ما اقدرش احكم عليه، بس كل ما اروح مكان ابص في السماء الاقي النجوم اللي هنا فوقي في اي مكان اروحه. ما اعرفش ليه. تمام. انا بشكرك جدا حبيبتي انت نورتيني. وفي ناس بيقولوا ان النجم الذهبي ده قمر صناعي مكانه في اتجاه معين للنجوم. تمام. بنشكرك جدا استاذ حسن، وبشكرك جدا استاذه هبه. وبشكركم متابعين موقع قضية رأي عام. يا ريت الفيديو ده يتشهر في كل حتة علشان هي تفهم واحنا كمان نفهم. يعني انا عندي فضول افهم. خلاص احنا كده عرفنا ان النجم الذهبي يقول لي طبق. ماشي. طب انا عايزه افهم بقى الفضائي الكائن الفضائي ده ايه اللي يقدر يساعدنا يا جماعه او يقدر يقول لنا، يا ريت يفهمنا، لان انا عندي فضول افهم. بشكرك جدا وبشكركم متابعين موقع قضية رأي عام. كانت معاكم هدير سامي. تصبحوا على خير.